شغلي النهارده بيخلص الناس كده، طالع من ادماني لعذابي اللي طلع سنين طويله بسبب التربيه العاطفيه اللي انا اتربيتها والمدرسه اللي انا درست فيها اللي ما خدوش في بالهم فيها من التفاصيل اللي انا بتكلم فيها دي، اللي انا اتعلمتها عن طريق عذابي. فانا مش عايزه الناس تتعذب العذاب اللي انا اتعذبته وانا بدور على المخرج ومش داريان انا عندي ادمان. لما واحده ست تيجي تقول لي انا بعيط كتير، بقول لها عياطك ده مش هو العياط اللي احنا بندور عليه. تقول لي انا مش فاهمه. اقول لها العياط لما انت بتعيطي على نفسك بيكون ايه؟ تقول لي انا صعبان عليا نفسي. احساس ان انا صعبان عليا نفسي معناه ان انا ضحيه، لا حيل ليا ولا قوه، ما ده بيعذبني. هل ده حاجه انا ممكن اطلع منها؟ يعني طول ما انا عايشه بعيط على نفسي وحزينه على نفسي من وجهه نظر ان انا لا حيل ليا ولا قوه، هل ده حاجه انت تقدري تطلعي منها؟ لا. فبالتالي انت عماله تعيطي، لكن العياط ده ما بيوديكيش اي حته. هو ده العذاب، لانك انت مش داريانه انك انت طول ما انت عايشه صعبان عليكي نفسك. انا اول ما اقول لك لا مش هو ده العياط اللي بندور عليه، انا حاسه ان انا لا حيله ليا ولا قوه، نبتدي نجيب الحيله منين؟ فنبتدي نواجه، ندور ازاي نطلع. بما اننا بنحاول نطلع، بنبتدي نتحول من العذاب الى الاحساس اللي هيودينا للالم الحقيقي اللي ممكن نطلع منه، لان من الالم ممكن يخلص. العذاب ما نقدرش نخلص منه لانه بيغذي نفسه بنفسه، وفي ادمان لده. انا كنت واحده من الناس اللي عاشوا 15 سنه مدمنه لده.